ممكن تعتبر إن أزمة ومشكلة كريستوفر مولتيسانتي في الحياة موجودة بشكل واضح في الحلقة الأولى، وتلاحظها أكتر بعد ما تكون شفت المسلسل كله من جديد، لما كان بيموت الشاب التشيكي في محل الجزارة، وكل ما يضرب عليه طلقة تظهر قدامه صورة ممثل بينهم فري بوجارت ودين مارتن وإدوارد جي روبنسون المشهورين بلعب رجال العصابات في هوليوود، أو على الأقل شخصية التاف جاي الكاريزما. طب ده معناه إيه؟ إن كريستوفر بيتخيل نفسه زيهم وهو بيضرب، ودي ببساطة فكرته عن المافيا والحياة دي. إزاي؟ يعني لو جيت تبص على كريستوفر كده هتلاقي إن مش جايب خبرته ولا قدوته من الشارع، ومش عايز يبقى رجل مافيا حقيقي زي توني أو بولي أو مثلا باتسي، لكنه أقرب للخيال منه للواقع، وعايز بتوع هوليوود دول اللي لبسهم نظيف وشكلهم حلو وكل حياتهم مكتوبة في سيناريو ماشيين عليه وخلاص، ومش بيضطروا يختاروا أو يتحملوا مسؤولية فعلية، لأن المخرج هيوقف في أي لحظة والموضوع انتهى، ودايما في عقله كاميرا بتصور كل حاجة بتحصل حواليه، لأن بالنسبة ليه هو الشخصية الرئيسية في الفيلم اللي هي حياته، وكل اللي حواليه عبارة عن كومبارسات في قصته، مستني بعد ما يعمل أي حاجة ولا ينجز مهمة مثلا الكل يقف يسقف له والله عليك يا فنان، زي ما بيحصل مع أي نجم كبير بعد المشاهد الصعبة ولا حاجة. In my thoughts I use the technique of positive visualization. How come I always feel undermined? By what I did on the Triborough Tower situation alone, I should have been made right then, boom. وده بيخليه يفضل طول الوقت في صدام مع العالم من حواليه، بالأخص مع توني سوبرانو والعصابة كلها، لأنه عايز التقدير ده بس مش لاقيه، ولا قادر يستوعب هو ليه مش في مكانة عالية زي اللي هو شايف نفسه يستحقها. فتلاقيه رايح يشتري عربية ب$60,000 ولا يتأخر على الشغل ومش في دماغه، وبيموت واحد من غير ما يفكر في إيه خطته، أو يقول كلام غبي ويعمل مشاكل، لأنه حاسس إن الكون كله بيلف حواليه هو بس. عارف أنت كده أحمد خالد توفيق لما كان بيتكلم عن إن الممثلين عندنا مش بيعملوا صعايدة بجد في المسلسلات، لكنهم بيقلدوا الاشكال اللي شافوها في الافلام والتلفزيون زمان، اهو كريستوفر من الاخر بيعمل ده بالظبط، بيقلد رجال المافيا اللي بيشوفهم في السينما، بس الفرق ان هو عايش بالفعل وسط العصابات الحقيقيه دي وبيتعامل معاهم كل يوم، لكنه مش قادر يفهمهم ولا يرتبط معاهم مقارنه باصحابه من النجوم وشخصيات الافلام، لان بالنسبه ليه شغلهم في الجريمه مش جاي بدافع القوه او الطموح الحقيقي، لكن عشان الدور اللي بيلعبه على الشاشه عايز كده. والحقيقه ان اي نجم من دول الواقع صعب عليه جدا ومش هينجوا فيه ساعتين على بعض، زي ما شاف الممثلين كده لما زار الفيلم وعلمهم ازاي الناس بتتكلم في المنطقه دي، ولاي مدى الممثلين والكتاب دول منفصلين عن الواقع زيه كده. I don't know, Tony. It's like just the fucking regularness of life is too fucking hard for me or something. I don't know. وبالتالي لما يكتب سيناريوهات سواء عن حياته أو غيرها هو فعلا شايف إن خلاصه الحقيقي في كده، وده اللي هيجيب ليه التقدير والنجاح، وهيلاقي فيه المجد الحقيقي اللي كل الناس هتشوفه وتعرفه، لأنه بعكس الجيل الأول والتاني أو حتى التالت من المهاجرين الإيطاليين اللي بنوا المنظمة، جيله هو بالعكس اتربى على الشاشات مش الشوارع، ومش عايز يشوف نفسه غير في كده، وكل ما الأحداث بتتقدم الصراع ده بياكل فيه من جواه، لأنه مش قادر يعيش زي ما هو عايز ولا عارف يبقى زي الباقيين ومنهم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فتلاقيه دايما عايش الدور وفاكر إن كل حاجة ضده، وكل ما يفشل عايز يحمل المسؤولية على غيره. مفيش مرة توني اعتمد عليه في حاجة وكان قدها، لأنه كمان هيبقى مدمن بعد كده كطريقة للتعامل مع كل ده. Tony again? I owe this guy a lot, but he's a fucking jerk sometimes. Like he never heard of a learning curve. You know what? I'm gonna get high. غير ان هو قليل وسط باقي الناس من العصابه او غيرها، مش بس عشان هم اشكال ضاله زي ما بنشوف، لان زي ما توني قال اللي عايز احترام بيدي احترام، عشان كده بيشوف نفسه على ادريانا ويضربها كل شويه ولا يتعامل معاها باسوأ طريقه، رغم انها بتموت فيه لسبب محدش فاهمه، لكنه مش بيقدر ده ولا في دماغه. حتى صاحبتها اللي كان بيحاول يتلزق فيها وفاكر بقى ان هو كده جدع وجامد، مع ان واحد زي بولي قلعه وعلم عليه في لحظه. I guess you could call that a dick. كل مسيرته واي حاجه وصل ليها في حياته كانت بس لانه قريب توني اللي بيرعاه ويخلي باله منه، غير كده كان زمانه لا شيء في العصابه، محدش يسمع عنه ولا حد مهتم، رغم ان عنده فعلا طموح لو يعني هتسميه كده، وعايز يبقى حاجه كبيره، لكن مع كل خطوه بيتحركها لقدام بيرجع 5 لورا ويضيع كل فرصه قدامه. وفي رايي المسلسل يعتبر قدم طريقين افتراضيين لرحله واحد زي كريستوفر في العالم ده، وليه هو قنبله موقوته هتنفجر عاجلا او اجلا مهما حصل. الاول من غير مسانده توني ورعايته ليه لما يبقى مضطر يشق طريقه بنفسه، واللي هو الشابين المعاتيه اللي كانوا بيشتغلوا معاه شون ومات، اللي حرفيا يعتبر نسخه منه بيفكروا زيه الى حد ما، ونفس شعور الاستحقاقيه بعد كل مهمه يقوموا بيها، وامتى بقى هناخد حقنا والمكانه اللي نستحقها، وعايزين نقابل توني سوبرانو ونخليه يعرفنا وكده، رغم ان هم حرفيا مش عارفين حاجه في اي حاجه وما عندهمش اي مقومات تخليهم معروفين بجد، غير الباقيين اللي في نفس موقفهم. Must be deep hanging out with him. Who? Mr. T.
Use cat motherfuckers together. Does Tony ever talk about us? No. زي برضه لو تفتكر صاحب كريستوفر في الموسم الأول اللي كان شغال وبيسرق معاه، نفس الضياع والضعف. ودايما المسلسل بيربط كريستوفر بالشخصيات دي. ليه؟ عشان تشوف لأي مدى هم شبه بعض، مفيش فرق كبير، مندفعين وسذج وعايزين يوصلوا بأي طريقة ومش عايزين يصبروا أو يفكروا ويحسبوها صح. ومش هنتكلم عن الغباء وقلة العقل اللي هيخليهم يحاولوا يموتوا كريستوفر نفسه ويردوا الإيد اللي اتمدت ليهم زي ما كريستوفر بيعمل كل فترة مع توني. ولو عايز بقى نتكلم بحيادية وحق ربنا، فكريستوفر يعتبر فاشل في أي حاجة دخلها طول المسلسل، ومفيش أي دليل إن هو شاطر أو حتى متوسط، بالذات في شغل المافيا. ولا عمر حد قال عليه ولو بشكل غير مباشر إنه بيكسب كويس ولا شايف شغله أو ليه أي دور حقيقي غير إن هو قريب توني. وشوف كده مسيرته من الأول وكل تصرفاته، من موت التشيكي بدون إذن ومع نفسه كده، وكان هيعمل أزمة لولا بوسي أنقذه، وحتى بعد كده رجع يطلع الرصاص اللي سابه فيه. وبعدين هو وصاحبه بريندن ده سرقوا عربيات جونيور، كانوا هيعملوا حرب بين توني وعمه، أو على الأقل كان هيموته هو كمان مع صاحبه، وأنقذوا إن توني تخلى عن الزعامة الجونيور، وادى الفرصة لمات وشون دول يدخلوا بينهم ويشتغلوا معاه، رغم إنه واضح من البداية لأي مدى هم ضايعين، لكنه مش شايف في ده أي مشكلة وعادي، لأنه زي ما قلت لك قريب منهم. وأول ما بقى ميد جاي ومسك المراهنات من بولي، بوظ كل حاجة وخرب البيزنس اللي كان بيدخل أرباح ثابتة على طول، لأنه لا يعتمد عليه ومش فاهم حاجة في أي حاجة هو كمان. وعنده من البجاحة إن هو يتخانق مع توني بعدها عشان عايز يسامح جاكي جونيور. Bullshit, you're a fucking hypocrite. The fuck did you say? You preach all this wise guy shit, and meanwhile the only ones who gotta play by the rules are us. I loved you. What happens I decide, not you. Now, you don't love me anymore, well, that breaks my heart, but it's too fucking bad, because you don't gotta love me. But you will respect me. وفي الموسم الرابع لما بقى كابتن مؤقت مكان بولي، عمل ايه؟ باظت منه برضه كل حاجة لما ساب فيتو وباتسي يسرقوا حاجات من موقع الشغل، وهدد مشروع قيمته $250 مليار. Patsy mentioned something. Jesus Christ, if I wanted Patsy in charge. Use your fucking head, Christopher. I'm sorry, T. I thought I was. By drawing heat to a $250 million job? Think. Christopher, think. The big fucking picture, huh? والحل بالنسبة ليه وسط كل ده يبقى مدمن، بعد ما توني قال له بالحرف إن هو مستقبل العيلة وكل حاجة قايمة عليه هو بذاته، ومع ذلك ما عملش أي مجهود عشان يتعافى ولا فارق معاه أو في دماغه، لغاية ما توني يضطر إن هو يدخله المصحة بالعافية ويهدده بشكل مباشر عشان يكمل العلاج للنهاية. وأكد تاني إن أي حد غيره كان مات بدون نقاش. You're my nephew, Christopher. And I love you. And that's the only reason you're alive right now. Or anybody else. Anybody. They would have had their fucking intervention right to the back of their head. ولا كلامه بسذاجة مع جوني ساك وخناقته مع كارماين الصغير، رغم ان توني برضه كان هيبوس ايده عشان يسكت قبلها، وحاجات كتير وغلطات وفشل كل شوية. وفي الاخر كان رايح كمان عايز يموت توني في البادا بينج وهو مش في وعيه، والسبب الوحيد ان هو لسه عايش ان توني بي انقذه، ومع ذلك كان بيكره توني بي ده وبيغير منه وعايز يسلمه لفيلي وطارده لانه متضايق من معاملة توني ليه، اللي هو يعني مش ممكن. Favoritism Tony still shows for our fucking cousin after what he's done. What does Tony B have on this guy? And I'm supposed to maybe take a bullet for this, Keith. After all your uncle's done for you, I need to get into specifics. وبالعكس رغم كل ده بيتقدم اكتر في الحياه وياخد مكانه اعلى ويكسب اكتر ويبقى رقم 2 في العصابه، لمجرد ان هو قريب توني وكلنا عارفين ان هو ما يستحقش ومش بيثبت نفسه وقدراته ابدا، وعشان كده محدش بيحترمه وهيفضل نكته قصادهم كلهم، ومستحيل حد فيهم ياخده بجديه مهما عمل، لان ده اخره وما كانش المفروض يوصل للمكانه دي. ومن الاخر كده هو بدون توني هيبقى واحد من الشابين دول لا شيء محدش يعرفه ومش مهتمين، وهيموت بسذاجه وبلا ثمن زيهم كده في حركه عملها بدون تفكير. طب والحاله الثانيه على الجانب الاخر، لو كان عاش وكمل وتوني ما موتوش ولا حاجه، هل متخيل مثلا ان كله هيبقى زي الفل والدنيا هتمشي معاه؟ ابدا، هيبقى بالظبط رالفي. ازاي يعني؟ لان رالفي هو كريستوفر من الناحيه الثانيه اللي حاسس ان هو ضيع حياته في الشغلانه دي وما خدش حاجه ولا حد بيحترمه او توني بيديله حقه مهما عمل ولا كانت العلاقه بينهم شكلها ايه. I don't give a fuck anymore. I've given my life to this thing. And this is the thanks I get? The money I put in his pocket for construction alone, he should hit his knees, this prick. Wow.
You think I'm afraid of that fat fuck? ودايما برضه مندفع ومتسرع ومش فارق معاه حد او بيفكر في العواقب، وهتلاقيه مدمن هو كمان وبيعمل تصرفات مش طبيعيه وبتاع كلام ولسانه طويل، ومهما كان مهم وبيكسب كتير محدش طايقه ولا بيحترمه، ودايما طموحاته او رغباته سابقه عقله. وخلي بالك برضه من حاجه بسيطه، ان رالفي ما كانش اي عضو كده وخلاص من العصابه، لكنه يعرف توني من سنين وصاحبه من زمان ايام الشقاوه مع جاكي وسيلفي والناس دي، وكان المفروض هيتشهروا سوا مع بعض. وده كان من اسباب ان توني مش راضي يخليه كابتن، لانه يعرفه على حقيقته وفاهم دماغه، زي لما كان بيقول لجانيس كده. For your information, Ralph is a great guy. Trust me, I got more information than I need about Ralphie. Here's your question, Janice. Do I know this guy better than you? Because I'm telling you, he's no fucking good. Ralphie a fucking captain. Over my dead body. بنفس المبدأ اللي كان برضه رافض يخلي كريستوفر ميد جاي، وكل شويه يماطل ويسكته، واصل نيويورك قافلين السجلات ومش عارف ايه، لغايه ما يضطر بعد اللي حصل معاه واصابته واحساسه بالذنب تجاه كريستوفر، يعني مش عشان شايف ان هو يستحق فعلا، واخد بالك؟ وده قريب من الظروف اللي رالفي بقى فيها كابتن بعد ما كل الناس اللي مسكوا الطاقم ده ماتوا بشكل ما. لكن لو في فرق بينهم هما الاثنين هيكون لما رالفي مثلا وصل لنفس المرحله، كان عايز يتاكد من توني ان هو يستحق بجد، مش عشان اللي قبله مات ومش لاقيين حد غيره، بينما كريستوفر كان رده على طول طبعا انا استحق ده، يعني مفيش فايدة. I need to hear it was merit. And not just cause somebody was constipated and blew a gasket. I fucking deserve it. Got no spleen, Gene. وما تنساش حته الابيوس وان هو بيضرب صاحبته وشخص عنيف تجاه الستات بالذات، ولو كان كمل اللي بيعمله مع ادريانا كان هيموتها زي ما رالفي عمل. واول ما جاكي جونيور مات رالفي زهق من امه وبعد عنها عشان مش هيعرف ياخد اللي هو عايزه منها، بنفس رد فعل كريستوفر لما عرف ان ادريانا مش بتخلف وكان عايز يبعد عنها ويكبر دماغه. ده غير ان توني سوبرانو لما نسى كل ده وخلاص بقى يعتمد على رالفي من جديد ويدخلوا في شغل سوا ويحققوا مكاسب ضخمه، وشويه مع الحصان وبعدين مشروع البيوت وهكذا. رالفي برضه خذله وطلع وسخ مفيش فايده لغايه ما موته في النهايه لما جاب اخره منه من تصرفاته واستفزازاته، زي ما عمل برضه مع كريستوفر ووثق فيه وخلاه رقم 2 بعده، وكل حاجه كانت هتمشي من خلاله، لكنه كان دون التوقعات وما قدرش يتحمل المسؤوليه وضيع كل حاجه على نفسه وعلى اللي حواليه في النهايه. فقام توني موته هو كمان لما تحول حرفيا لخطر من مجرد وجوده ومش مضمون ممكن يعمل ايه. عشان كده بقول لك ان هو ده كريستوفر، لو كان عاش لما يوصل لسن رالفي ومكانته كان هيبقى كده بالظبط، ودي نهايته ومشواره باختصار، وكده كده مرتبط بتوني وهيموته في النهايه. I mean, to begin with, every morning I wake up thinking, is today the day that one of my best friends is gonna dime me to the FBI? And a weak fucking sniveling lying drug addict? That's the worst kind of bet. The biggest blunder of my career is now gone. لأن كريستوفر محشور في دايرة ضيقة كل الطرق فيها بتؤدي لتوني وبترجع له، هو اللي دخله المجال من الأول خالص ورباه وخده تحت جناحه بعد موت أبوه، وزي ما قلنا هو اللي فتح كل الأبواب قدامه، بس في نفس الوقت هو برضه اللي قفلها عليه وحبسه جوه معاه عشان ما يعرفش يبعد عنه ولا يعيش من غيره ويبقى معتمد عليه طول حياته سواء قصاد نفسه أو الباقيين، لأن زي ما قلنا كل حاجة كريستوفر حققها كانت بفضل توني، وبالتالي عمره ما يقدر يثبت إن النجاح ده جاي منه هو، وسواء كان يقدر فعلا يحقق حاجة لوحده ولا لأ توني مش بيديله فرصة أصلا، وكل ما يحاول يبعد عنه يكتشف ان المساحه اللي ممكن يعيش فيها من غير توني سوبرانو صغيره جدا وتكاد تكون معدومه. عارف انت كده الدول الاوروبيه والامم المتحده لما يقدموا مساعدات ومعونات للدول الافريقيه بدون اي مقابل او تغيير حقيقي، لكن اكل ولبس ومنتجات استهلاكيه وخلاص، في الواقع هم بيدمروا الشعوب دي اكتر ويخلوها اعتماديه وعايشه على حسناتهم، ومن غير الدعم المستمر ده الناس هتموت من الجوع ومش هيعرفوا يعيشوا لوحدهم، فيفضلوا محتاجين ليهم ومسلمين اقتصادهم وثرواتهم للمستعمر القديم، لانه على حسب المثل مش بيعلموا الصيد لكن بيديله سمكه ياكلها وخلاص. وده ملخص العلاقه بين توني وكريستوفر، فالضغط المستمر عليه عشان عايز يعيش بسمعه عمه توني بيخليه في سباق طول الوقت عشان يثبت نفسه، رغم ان ما عندوش اللي يثبته فعلا، وهو زي ما بنشوف مش صالح للحياه دي ولا الدور اللي توني عايزه يلعبه، لانه بالعقل كده مستحيل يسيبه يلعبه للنهايه عشان ما يطلعش عليه او ينزله من على الكرسي بتاعه بعد كده، لكن عايزه دايما تحت طوعه ويقدر يسيطر عليه طول الوقت. سيبك انت من شغل اصل انت قريبي وبثق فيك، لا هو اختاره عشان اضعف من الباقيين ومعتمد على توني في كل حاجه زي ما قلنا، يعني مدين ليه بكل اللي وصل له وحققه في حياته، وده في نفس الوقت بيعزله او يفسد علاقته مع الباقيين اللي شايفين ان كريستوفر ما يستحقش كل ده، وعشان القرابه بيركب عليهم وياخد مميزات عنهم. Always playing that blood relation card. Tony's little favorite. Fuck you. What? فمش ممكن يتحدوا معاه او يتقبلوه ضد توني مثلا، وبالتالي من مصلحته هو نفسه يحافظ على وجود توني سوبرانو، لان من غيره الباقيين هياكلوه في ثانيه عشان كلهم مش طايقينه، واولهم بولي مثلا اللي بيغير منه ومتضايق من تميزه عليه، او سيلفيو الناقم عليه جدا بالذات لما يبدا يتصرف كاندر بوس مع توني ويدي اوامر لو تفتكر. Sounds like Chrissy's got a little Napoleon thing going on. Yeah?
Good. If in any way you feel like Chrissy usurped you or anything like that, and you're trying to read me, it's not how it is. Fine. The whole thing, misunderstanding. انما لما نفس الحاجه حصلت مع الاتنين دول او حتى بوبي بعد كده محدش اتضايق او اتكلم ولا كان فارق معاهم، لان طبقا للراي العام هم يستحقوا المكانه دي بجد وخدوها من تحت بالتدريج لغايه ما اثبتوا نفسهم بعكس كريستوفر. وبالتالي توني ما يقدرش يعتمد على اي واحد منهم 100% زي ما قال مهما كانوا اوفياء ليه، لانهم نظريا مش محتاجينه. وكل العصابه تقريبا فكرت في الحياه هتكون شكلها ايه من غير توني سوبرانو، كل واحد منهم عادي خالص ممكن يبقى بص لوحده. Those other guys, Sil, Paulie. One thing they're not. They're not my blood. You hear what I'm saying to you? It's a matter of trust. وتوني فاهم ده كويس، عشان كده دايما بيقرب كريستوفر منه ويحاول يخليه مدين ليه بأي طريقة، وهيتلاعب بيه عاطفيا ونفسيا وماديا عشان يسيطر عليه أكتر وأكتر، زي حوار الضابط اللي موت أبوه أو موضوع أدريانا والترقيات المتتالية. وعلى حسب كلامه حرفيا هو عايز يستخدم كريستوفر كحاجز بينه وبين العصابة والحكومة ويشيل عنه المسؤولية والخطر كله، ودي حاجة هو مستحيل يعملها مع أي واحد بيحبه بجد، سواء ابنه اللي مش عايزه يدخل المجال أساسا ولا حتى جاكي جونيور ابن صاحبه وحبيبه، بينما كريستوفر اكسبندبل عادي يروح في داهية. وعشان كده توني بيشوف محاولاته في السيطرة على نفسه أو العلاج من الإدمان وإنه يبقى شخص جديد كتهديد مباشر ليه، عشان من جهة هيخرج عن طوعه ويبدأ يشوف الدنيا بشكل أوضح ويفكر لنفسه ويفهم حقيقة توني فعلا وعلاقتهم ببعض، والأهم تصوره عن أبوه ديكي مولتيسانتي اللي لفترة طويلة كان أهم حاجة في حياته، وأبوه البطل الأسطورة اللي مش عارف إيه. وده المدخل بتاع توني ليه، لأن عندهم رمز مشترك يبنوا عليه علاقتهم. فلما كريستوفر يعرفه على حقيقته ويتخلى عن الإعجاب الطفولي ده وخلاص يواجه نفسه إن ما كانش عظيم كده ولا أسطورة فعلا، لكن مجرد مدمن مخدرات زي ما هو كان الأول. خلي بالك. Between the coke, the vodka, whatever the fuck else he was squirting up his arm, let's be honest about the great Dickie Moltisanti, my dad, your hero. Wasn't much more than a fucking junkie. تخيل بقى هو شايف توني ازاي، اللي هو امتداد لابوه في حياته وبيلعب الدور ده ليه من هو صغير. حط ده بجانب الفيلم بتاعه هتلاقي بالظبط هو شايف توني ازاي وبيكرهه. والجيل ده كله من المافيا رغم الاحتفاء بيهم في الاول، لما بيشوفهم بجد ويتعامل معاهم كبالغ مش عيل صغير بيكتشف العكس عنهم وعن شخصياتهم، وانهم مش احسن ولا حاجه ولا اساطير زي السمعه اللي بتطلع عليهم، ويمكن حتى يكونوا اسوأ منه هو وتوني، وان كل ده في النهايه وهم صنعه لنفسه عشان يعيش في نوستالجيا يهرب بيها من واقعه وحياته، زي ما توني نفسه اكتشف مع الوقت. وكانت نتيجته مع عمه جونيور وفيتش وريتشي. فهل ينتظر كريستوفر يعمل معاه كده؟ لا طبعا. It's a movie. It's fictional. It's a revenge fantasy, Tony, which ends with the boss's head split open by a meat cleaver. وبالتالي لازم كريستوفر يبعد عن توني وكل حاجة ليها علاقة بيه، سواء الأماكن أو الأشخاص، وهيحاول يطلع من الجريمة والدم والكلام ده، ويا إما في الأفلام أو حاجات من بعيد لبعيد زي الأدوات الكهربائية وهكذا. وده طبعا دمر علاقته مع توني للأبد، اللي مش قادر ولا عايز يتفهم ده، وبالعكس بيحقد على أي حد في المسلسل بيحس إن هو بقى أحسن منه أو عمل تقدم في مشاكله. وعشان كده من أول ما يبدأ يتحسن توني هيقلل منه ويتضايق من وجوده، ويحاول أكتر من مرة يخليه يرجع للشرب من جديد، عشان أول ما يرجع برضه يقلل منه تاني ويرخم عليه. Oh, Jesus Christ. Why don't you have a fucking drink, will you? Because you're driving everybody crazy with this shit. The fucking higher power yammering and the sweets and the key lime pie and the... Jesus. What a fucking bullshit. Will you do me a favor? لأن لو هنتكلم بأمانة فتوني سوبرانو هو الإدمان الحقيقي اللي كريستوفر مش قادر يبعد عنه أو يتخلص منه، وبالتالي هو بيكره توني ومش طايق يشوف وشه، بس برضه عارف إن من غيره هو ولا حاجة، فلازم يفضل معاه ويحارب الشيطان ده قبل ما يسيطر عليه. وده مع الوقت هيزود كراهية كريس لتوني، ودايما في حاجز بينهم مخليهم مش 100% حبايب، والكراهية دي هيترجمها في الفيلم اللي عمله وطلع توني فيه بأسوأ شكل ممكن، وهو شايفه إزاي رغم كل حاجة تانية، بالذات في موضوع أدريانا اللي مهما حصل ومهما أكد ليه توني أو توني بيه مفيش فايدة، وعلى الأقل بالنسبة لباقي الناس مش مهم الحقيقة، الإشاعة هتفضل عايشة مدى الحياة، وده خلي بالك هيزود استقلال الناس بيه ومحدش هيحترمه أكتر، وده أهم حاجة عنده أصلا. سيبك أنت من إن هو بيحب أدريانا والكلام الفاضي ده، هي بس مجرد حلقة في سلسلة معاناته، وشبه كده بانشين باك زي ما بيقولوا، اللي هو بيطلع قرفه على أي حد أضعف منه أو مش هيعرف يدافع عن نفسه قصاده، سواء الشاب بتاع المخبز ولا النادل في المطعم أو حتى كمان صاحبه الكاتب اللي هيموته بمنتهى السهولة عشان مش عايز يسمعه ولا عايز قرفه، زي ما كان عادي جدا ممكن يعمل نفس الشيء مع أدريانا، لأنه زي ما قلنا عامل زي العيل الصغير اللي عايز كل حاجة تمشي على كيفه، وإن حد يفضل قاعد جنبه ويديله كل الاهتمام. Go silent. That's you. Either screaming your head off or fucking dead.
مع ان حتى ادريانا نفسها حاولت تبعد عنه وتخلص من كل ده، لكنه ثبتها بموضوع الجواز، ومع ذلك ما رضاش بعد كده وفضل يتهرب منها، لانه في الحقيقه لا بيحبها ولا نيلة، وكل ده وهم حطه لنفسه زي ما اي شخص ابيوسف بيعمل. مفيش حد بيحب حد يعمل فيه كده او يعامله بالطريقه دي، ويا اخي ده حتى كل المجرمين بتوع العصابات الباقيين اللي اوسخ من كريستوفر مليون مره، مفيش حد فيهم طول المسلسل يقدر يلمس مراته ولا يعمل فيها حاجه كل شويه كده، ولما عرف انها مش بتخلف رماها في الشارع ببساطه وضربها بالجزمه. طب فين بقى الحب ده؟ هو مجرد شايفها فعلا كاداه لرغباته واهدافه، بياخد اللي هو عايزه منها سواء جسديا او عاطفيا، غير كده هي مش جزء من حياته ولا ليها لازمه بالنسبه ليه، مع انها الوحيده اللي حبته فعلا طول الاحداث، ولغايه اخر لحظه عايزه تنقذه وتهرب معاه، رغم انها كان ممكن تخلع مع نفسها وخلاص. ومع ذلك هو مش بيقدر ده برضه، وكون انها طول الوقت ده شغاله مع المباحث الفيدراليه وهو مش حاسس باي تغيير ولا عارف اللي بيحصل، يقول لك لاي مدى هو مش مهتم بيها اساسا ولا يعرف عنها اي حاجه خالص، رغم ان هم ابتزوها بحمايتها ليه وخلوها تتعاون عشان خايفه عليه لما قالوا ان حياته في خطر سواء من العصابه او توني سوبران. ويعني ده حتى توني حس بحاجه غلط في بوسي وهو مش عايش معاه ولا حاجه، بس عشان صاحبه ويعرفه وبيحبه بجد، ففاهم اللي فيها على طول من التغير في حياته. See, that's where you're wrong. Tony would never let anything happen to Christopher. They're cousins. He loves him. He loved Pussy Bompantero. What happened to him? لكن النقطة الأهم في الحتة دي إن كل شخصيات المسلسل بلا استثناء كان قدامهم الفرصة يخرجوا من الحياة دي ويبعدوا، كلهم بإيديهم الاختيار اللي ممكن يغير كل حاجة، لكن كلهم برضه بيختاروا يكملوا لسبب أو لآخر، ومفيش حد حصل معاه ده بشكل أوضح من كريستوفر، مش مرة واحدة لكن في 3 مناسبات مختلفة يا مؤمن. الأولى لما توني قال له من الآخر كده يا معانا يا مش معانا وروح كمل شغلك في الأفلام بعيد عني، لكن كريستوفر هو اللي اختار بمزاجه وواعي وعارف هو بيعمل إيه. Exactly 10 minutes I'm gonna look up. If you're not here, I'm gonna assume that you went to look for whatever the fuck it is that's calling you out there. And that I will never see you again. If you are still here, then I'm gonna assume that you got no other desire in the world but to be with me. And your actions will show me that every fucking second of every fucking day. خد عندك بعدها ما كان هيموت وانتقل للجانب الآخر وشاف نفسه بيولع في جهنم، وكان تحذير واضح وصريح ليه، لكن هو برضه اللي ما عندوش مشكلة يولع عشان توني سوبرانو، رغم ان كل شوية تحصل حاجة تفكره ان توني مش فارق معاه ولا يستحق ده. والتالتة والأهم مع أدريانا، لما خلاص بقى مفيش بعد كده تقدر تمسح كل ده وتبقى حرفيا شخص جديد، كل الاحتمالات قدامك في مكان مختلف ودنيا مختلفة. Start writing again. I could do my memoirs finally. We'd have a fireplace like you like to. We could never come back here, Adriana. I don't want to come back. I just want you. وما تقولش يخون المافيا والقسم والكلام اللطيف ده، ما هو كان خلاص اكتشف بحلول النقطة دي ان كل ده كلام فاضي وملوش وجود حقيقي على ارض الواقع، وان عمره ما هيكون انسان طبيعي غير بعيد عنهم. فعمل ايه؟ شاف عيلة عادية جدا في البنزينة عايشين حياة عادية مع اطفالهم بعيد عن الغنى والأبهة بتاع الجريمة، واختار ان لا مش هيعيش كده ومش هقدر اكون انسان عادي، فراح سلمها لتوني ويريح دماغه، مش لانه وافي واختار توني عليها، لكن لنفسه ومستقبله وحياته، لانه حتى في دي ضعيف ومش هيقدر ينفذ المهمة بنفسه. ومع ذلك طول المسلسل من بعدها بيحاول يبتز توني انه ما خانوش، ونفس شعور الاستحقاقيه الغريب اللي عنده بان كل حاجه يعملها لازم ياخد مقابلها بشكل مباشر، وان العالم والناس بيدينوا ليه بشيء. Not many guys have had to make the kind of sacrifice I did. How many times you gonna play the Adriana card? Frankly, all due respect, I think you owe me this. As I came to you about Adriana. ده المفروض اساسا توني كان يتخلص منه بعدها على طول، لانه خطر ومين عارف ممكن يكون مرشد هو كمان ولا حاجه، بس الدم بيحن وتوني صابر عليه من جديد، رغم انه مش هيثق فيه تاني زي الاول من بعد الموقف ده، لان زي ما بقول لك لما يبقى عايش كل ده معاها ومش حاسس بحاجه يبقى ما ينفعش في شغلانه زي دي. وعشان كده تقدر تقول ان المره الوحيده اللي هينجح فيها فعلا هتكون في الافلام، بس مش ككاتب او ممثل زي ما كان موهوم وشايف نفسه، لكن منتج خلف الكواليس، ممكن يساهم في القصه ويدي افكار، بس ما عندوش الانضباط او الصبر او حتى الموهبه الحقيقيه عشان يعرف يقعد ويكتب وينظم قصه. ومن بعدها الجواز والخلفه وكده، هتستمر خسائره في الناحيه التانيه مع توني والعصابه اللي كل يوم بيبعد عنهم اكتر وما يبقاش منهم بجد، وكلهم لسه شايفينه بصورته القديمه قبل ما يصلح نفسه الى حد ما ويبقى انسان افضل بعيد عن كل قرف السابق، لانه بطبيعه الحال بيحصل التحسن ده بعيد عنهم عشان ما ينفعش في الاماكن دي معاهم وهو بيتعافى، واخد بالك؟ وكل ده هيزود احساسه بالعزله والمظلوميه، خصوصا لما يبداوا في التعدي على حقوقه، وتوني مكبر دماغه
يكرهه عشان مش طايقه. والضربة القاضية بالنسبة لكريستوفر هتكون في واحد من أكتر المشاهد الحزينة اللي ممكن تشوفها في حياتك، لما كان بيحكي عن بنته ومستقبلها وآماله ليها ولما تكبر ومش عارف إيه، وكلهم قاعدين يسخروا منه ويضحكوا عليه مع بولي. هنا بلا شك أيقن إن العائلة دي مزيفة وكدبة كبيرة، هم واللي قبلهم اخترعوها عشان يغطوا على إجرامهم ويكسبوا ولاء السذج اللي زيه. ودي الحقيقة اللي توني سوبرانو مش بيضيع أي فرصة في إثباتها، وإن ملوش عزيز أيا كان حتى لو قريبه بجد أو صاحبه المقرب. ومن اللحظة دي كانت نهايته خلاص اتكتبت، ولازم توني سوبرانو هيخلص منه لسبب أو لآخر ملهاش حل. ليه؟ عشان في نهاية نفس الحلقة دي هيجي مشهد قد يبدو ملوش لازمة أو مش مهم لكريستوفر وهو راجع البيت سكران ومش عارف يمشي، لكن بيقف يعدل الشجرة اللي بولي داس عليها وسط الخلاف بينهم، وبيحاول يثبتها في مكانها تاني كأنها يعني لسه عايشة، رغم واضح إنها ماتت خلاص ومفيش أمل منها بعد اللي حصل. هو ده بالنص كريستوفر، ميت أصلا من زمان، وكل ده بيحاول بس يبدو إن هو عايش ومسيطر ومتحكم في حياته، لكنه حرفيا زي ما تقول كده ممثل فاشل في فيلم من إخراجه هو لنفسه، ما طلعش أصلا ولا اتعرض أو حد شافه. لا هو قدر يبعد عن توني، ولا عاش مع أدريانا اللي بتحبه، ولا حتى بيحب زوجته وعايز يبقى معاها فعلا، زي ما قال بنفسه إن هو تسرع ومش عارف يعمل إيه. I rushed in with her. I thought I wanted it. حتى مسيرته الفنية شبه انتهت بعد ما موت الكاتب، ومحدش هيرضى يشتغل معاه تاني، ولا هيلاقي اللي يعرف يمسك عليه حاجة ويكتب له بالعافية. وفوق كل ده يمكن يكون أدرك المستقبل اللي منتظر بنته مش هيبقى حلو زي ما هو كان متخيل، ورجع بالفعل للشرب والضياع من جديد، سواء في اليوم ده زي ما بنشوف أو حتى اللي بعده مع توني وهو سايق لما كان خايف على رخصته عشان مش هيعدي التحليل. I'll never pass a drug test. What? You gotta get me out. Lose my license. يعني خسر كل حاجة من كل ناحية، ورحلته دي كلها كانت بلا هدف. وده اللي بيخلي كريستوفر مولتيسانتي شخصية مأساوية فعلا، إن ما عندوش أرك أو قصة أو غرض في الحياة. وده الكلام اللي هو قاله من الموسم الأول ولغاية الموسم السادس مفيش أي حاجة اتغيرت، مش زي جيسي بينكمان مثلا اللي كان عنده اللي يبني عليه ويقدر يبقى شخص مختلف وكويس. لكن هو ده كريستوفر، ودي الحياة المناسبة ليه، ما يعرفش غيرها ولا هينفع في أي حاجة تانية. وعجزه عن إدراك ده وتقبله زي ما هو السبب الرئيسي في كل مشاكله والبلاوي اللي بتحصل له. ولذلك هو مش ضحية غلبانة زي ما ناس كتيرة بتقول دايما، لكن كان قدامه الاختيار زي ما شفنا، وكل مرة كان بيمشي في الطريق الأسهل وبيسلم نفسه لرغباته. وهو ده كريستوفر مولتيسانتي بالنسبة لي، وليه كان لازم يموت لأن مفيش حل تاني غير كده. وبس يا سيدي خلصنا، انت ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ Yeah, and nothing did. So what? I'm alive. I'm surviving. That's it. I don't want to just survive. It says in these movie writing books that every character has an arc. You understand? Like everybody starts out somewhere, and then they do something gets done to them, changes their life. That's called their arc. He starts down here, he ends up here. Where's my arc, Paulie?